يا مساء الخير. مش ضروري عشان نعمل أكلة حلوة أو حد معزوم عندنا إن احنا نكلف ونجيب حاجات كتيرة بمبالغ كبيرة. النهاردة هنعمل طبق بربع فرخة بس وشوية من البرغل. هنعمل الطبق اللي قدامكم ده، يعني تحسوا ان هي لوحة فنية وطعمه بقى جميل جدا، لان هو هيبقى بالبرغل. البرغل يا جماعة بيبقى مفيد جدا وبديل حلو قوي للمكرونة وللرز. انا عن نفسي بحبه، وان شاء الله انتوا لو جربتوه ويعني مش هتقطعوه خالص من بيوتكم، لان هو افيد كمان من الرز وفيه الياف كتير. بيبقى فيه منه نوعين. نوع الخشن اللي هو زي ده، هو ده اللي احنا محتاجينه في وصفة النهاردة، لانه هيبقى بديل للرز. فمش محتاجين المكسر اللي هو البلغل بتاع الكبة او اللي هي الوصفات بتاعت كفتة الكبة او الحاجات دي. في البداية بقى كل اللي هحتاجه عشان نعمل رز مفلفل بالشعرية، انا هحمر الشعرية في طاسة منفصلة عن الحالة اللي هعمل فيها البرغل. طيب ليه؟ هنعرف بعدين. هحمر الشعرية عادي خالص في زيت وزبدة لحد ما تاخد اللون اللي انا بحبه. عشان اعمل البرغل نفسه بقى، انا بحط حلة على النار، بحط مكعبين من الزبدة، معلقة كبيرة وكمان معلقة كبيرة من الزيت، وبنزل عليهم ببصلاية وسط متقطعة مكعبات صغيرة قوي. هو ده الحاجة اللي خلاني محمرش الشعرية مع البرغل، هي البصل بيديله طعم حلو جدا. لحد زي ما انتم شايفين كده بيبقى شفاف، مش بياخد اي لون تماما. ببدأ بقى اضيف عليه البرغل. انا حاطه كوبايه ونص من البرغل، قصادها 3/4 من الشعريه، يعني شعريه نص البرغل. رشيت رشه فلفل اسود. البرغل انا مش بغسله ولا بنقعه، هو بيبقى جاي نضيف زي ما انتم شايفين كده، مفيهوش اي حاجه وكمان مش بيتنقع. بعد كده هبدأ بقى اعمل فيه كويس جدا. وبعد كده هضيف الشعرية اللي احنا حمرناها. اللون اللي انتوا تفضلوه، حابينه فاتح عن كده غامق عن كده، يعني انا بحب اللون الوسط ده. وبرجع اقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه علشان افلفل البرغل زي ما احنا بنقول، ننشفه يعني زي ما بنعمل الرز بالظبط، عشان ما يطلعش معانا معجن. انا استخدمت شعرية 3/4 والبرغل كوباية ونص، فهستخدم قدامها 3 كوبايات من الشوربة. في الوقت ده انا كنت بسلق ربع الفرخة اللي انا قلتلكوا عليه، سلقته سلقة عادي جدا. هحطلكوا في الكومنتات او في صندوق الوصف الفيديو بتاع سليق الفراخ بتاعي، اعملوه او اسلقوا الفرخة عادي خالص زي ما احنا بنعملها الطبيعي. فبحط 3 كوبايات من الشوربة، تقدروا تحطوا مية بس عليها تحطوا مكعب مرق الدجاج، وبتسيبوه اول ما بيغلي غلوة بتقفلوا عليه وتهدوا النار خالص لحد ما بيبقى زي ما انتم شايفين كده مفلفل وحلو جدا. حابين تقلبوا فيه، مش بتيجوا ناحيته خالص اول ما بتهدوا النار، قلبوا فيه بالشوكة ويبقى زي ما انتم شايفين كده. طيب الفرخة الوقت ده استوت عندي، فصصتها من، ده كان صدر مش ورك، فصصتها من كل العظم وبدأت ان انا اقطعها شرايح زي ما انتم شايفين كده، يعني عريضة شوية. انتوا ممكن كمان تقطعوها ارفع من كده، هتدي معاكم كمية اكبر، بس انا حبيتها الحجم ده. وطاسة بقى على النار حطيت فيها مكعبين صغيرين كده من الزبدة، وهنزل عليهم برشة من البابريكا الحلوة ورشة من الفلفل، وهحط كمان ربع معلقة صغيرة من الملح، يعني أقل كمان من ربع المعلقة. وهدوب كل التوابل دي مع الزبدة. وبعد كده هنزل عليهم بالفراخ. احاول على قد ما اقدر بقى اني انا الفراخ، يعني الطاسه اللي انا هستخدمها تبقى واخده كميه الفراخ بتاعتي، ما تبقاش فوق بعضها، بحيث ان كل الفراخ تاخد لون حلو. وهسيبهم بقى على النار لحد ما ياخدوا اللي هي يعني لون حلو من الوش اللي احنا سيبناه، وما نقلبش فيهم كتير. اول ما بياخدوا لون حلو ببدأ ان انا اقلبهم بشوكة او باي حاجة، بحيث ان الوش التاني للفرخة ياخد برضو نفس اللون. وبس كده خلاص، يعني مش محتاجين اكتر من كده. بيبقى طعمها لذيذ جدا بالتوابل اللي احنا حطيناها في الزبدة، وبتبقى متحمرة في الزبدة تقريبا. يعني الطبق كده كامل، مش محتاجين اي حاجة غير ان احنا نحطه على بعضه، او خلاص كل واحد ليه طبقه وتروحوا حاطين عليه الفرخة مثلا. بس انا حبيت اقدمها بشكل مختلف شوية. جبت الطوق بتاع الكيك او صينية التشيز كيك من غير الطبقة اللي تحت، وبحطها في طبق التقديم، وببدأ احط عليها كمية البرغل اللي انا حباها. وببدأ بسباتولا او باي معلقة او ظهر طبق او كوباية، ببدأ ان انا اضغط عليها ضغطة بسيطة،
وبس كده يعني بسويها بس من الاطراف وبضغط عليها من النص كويس، وهبدأ ان انا اوزع عليها الفراخ اللي احنا عملناها. التوزيع ده بقى يعني بتاعك، تقدري توزعي بشكل عشوائي، تحطيهم كده وتروحي مظبطاهم من على الوش، يعني اللي تحبوه، مش فارقه كتير قوي، هو كده كده يطلع شكلها حلو، والاهم من الشكل كمان ان طعمه هيبقى حلو. بحط بقى كل كميه الفراخ اللي عندي، وبعد كده هرش عليهم رشة كده من شرايح اللوز، تقدروا تستغنوا عنها، انا كانت عندي حمرتها. وبعد كده حطيت رشة بسيطة من الكزبرة كلون اخضر يعني كديكور، والله هي مش محتاجة ديكور، هي شكلها جميل وطعمها احلى بكتير. يعني انتوا لو جربتوا البرغل او الفريك، الوصفة اللي فيها سلق الفراخ فيها طبق الفريك برضو بالفراخ المحمرة، يعني اعتقد ممكن تستغنوا عن الرز لو حبيتوا، لو عملتوه مرة الفريك او البرغل هتستغنوا عن الرز حرفيا، لان هم بيبقوا طعمهم حلو جدا، بيبقى فيهم طعم. يعني انا ممكن اعمل طبق البرغل ده او طبق الفريك بس كده جنبيها سلطه خضراء وبس، يعني ما اعملش لا فراخ ولا لحمه، بيبقى طعمه حلو جدا. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم، ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ان كانت عجبتكم ولا لا، ولو طبقتوا كمان تكتبوا لي رايكم، وما تنسوش كمان تفعلوا القناه، اشتراكوا في القناه وتبعتوها لاصحابكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.